مرحبا بكم متابعينا الكرام إلى هذا الفيديو الجديد. إذا كميات هامة من الأمطار والثلوج مرتقبة على المناطق الشمالية للوطن خلال العشر أيام المقبلة وإلى غاية نهاية هذا الشهر جانفي 2023، وهذا راجع لتشكل منخفض قطع بالقرب من السواحل الإيطالية، وسيؤثر بقوة على دول الحوض الغربي للمتوسط والجزائر خصوصا، بتساقطات مطرية معتبرة وأجواء شتوية بامتياز. وعليه يتوقع تسجيل كميات أمطار تقارب أو تتعدى 150 ملم بالسواحل الوسطى والشرقية الممتدة من القالة طارف عنابة سكيكدا جيجل بجاية تيزي وزو وصولا إلى العاصمة بومرداس وتيبازا، وكميات في حدود 20 حتى 80 ملم محليا بالمناطق الداخلية للوطن. وسيكون للمناطق الوسطى والشرقية نصيب الأسد من الأمطار. بالنسبة للثلوج تقريبا نفس الأمر، تراكمات ثلجية تقارب أو تتعدى 60 سنتيمتر بالمرتفعات الوسطى والشرقية خلال العشر أيام القليلة المقبلة، وما بين 10 حتى 50 سنتيمتر سمك الثلوج المتوقع إلى نهاية جانفي بالجهة الغربية للبلاد. وعليه سلسلة من الاضطرابات الجوية ستعرفها جل المناطق الشمالية والداخلية للوطن الأيام المقبلة وعلى فترات، مع احتمال أن تمتد تأثيرات هذا المنخفض إلى مناطق الواحات وشمال الصحراء، مع أجواء شديدة البرودة وشتوية بامتياز. وأكثر تفاصيل خلال قادم الفيديوهات. هذا كله ويبقى العلم لله وحده.